السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد باستضافتكم في هذه الحلقة الجديدة التي ستكون بعنوان كيفية تنصيب كالي لينكس على الفلاش ميموري. صراحة هذه التوزيعة أعجبتني كثيرا على الباكتراك فقط بالخفة والسرعة التي تمتاز بها، فقط تستطيع أن تقوم بتنصيبها في الحواسيب الضعيفة التي ليست لها رام عالية جدا. لكن الباكتراك تمتاز أيضا بكثرة الأدوات القوية. طبعا أولا سنقوم بتحميل البرنامج الذي سيقوم بنقل التوزيع إلى الفلاش ميموري، وهو على الرابط التالي. هذا هو الرابط. ثانيا تحتاج إلى التوزيع. طبعا تقومون بالذهاب إلى هذا الموضوع بالمدونة باسم الشامل حول التوزيع الجديدة كالي لينكس. ستجدون كل ما تحتاجون إليه في هذه التوزيع، من تحميل إلى شروحات كثيرة جدا. إذا أردت تحميلها تضغط على هذا الرابط. ثم تضغط على داونلود كالي إيزو، تقوم بتحميلها وتظهر لك على الشكل التالي. ثانيا نمر إلى البرنامج الخاص بنا، هو وين 32 ديسك إيماجر. طبعا لابد أن تكون عندكم فلاش ميموري بسعة 4 جيجا. هذا هو البرنامج. نقوم باختيار الملف إيزو. أولا قبل الاختيار نأتي إلى هنا ونختار الخيار الثاني. ثم نختار التوزيع. ثم نضغط على رايت ثم يس. وننتظر حتى ينتهي من نقل الملفات إلى الفلاش ميموري. الآن انتهى البرنامج من عمله. الآن أصبحت الفلاش ميموري جاهزة لكي نقلع بها. نعم، لن أقوم بشرح كيفية الإقلاع، كيفية التنصيب، لذلك قمت بأخذ فيديو من موقع أجنبي يشرح لك كيف تقوم بالإقلاع عن طريق الفلاشة وتنصيب كالي لينكس.
أقوم بالشرح عليه. ها هو الفيديو. التنصيب سهل، لا يحتاج أصلا إلى شرح، فقط ستشاهدون الفيديو ستفهمون. طبعا هنا إذا الخيار الأول إذا أردت أن تقوم بالإقلاع لايف مباشرة بدون تنصيب. الثانية أيضا. الثالثة هي تنصيب كالي لينكس. إذا أردت تنصيبه تقوم بالضغط على انستال، الخيار الثالث. نكمل الفيديو. بعد الدخول إلى التوسعة لا بد أن تكتب هذا الأمر في التيرمينال ليتم ضبط الشاشة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم، وانتظرونا في حلقات جديدة إن شاء الله في مدونة خلشوف.com. إلى اللقاء.